بالدموع والأزهار ودع مئات النرويجيين والصوماليين منى عبد نور بنت 18 ربيعا بمشاركة رئيس الوزراء يانس ستولتنبرغ وقيادات من حزب العمال الحاكم، الذين أكدوا أن الهجومين الإرهابيين استهدفا قيم المجتمع النرويجي المتمثلة في التسامح والديمقراطية ومحاربة العنصرية. ما يجمعنا هو الألم الذي أصاب كل أطياف المجتمع النرويجي، لكنني أحب أن أؤكد أننا بعد الهجومين قادرون على التعايش بشكل أفضل. وكم هزني تفسير آية ذكرها إمام مسلم اليوم أن من قتل نفسا دون ذنب فكأنما قتل الناس جميعا. الصومالية منى عبدي كانت إحدى ضحايا مجزرة المخيم الصيفي لشبيبة حزب العمال التي وقعت في 22 من يوليو الماضي، فقد أطلق المتطرف أنا شبريفيك على الضحية 5 أعيرة نارية أصابتها في رأسها وكتفها وظهرها لتلاقي حتفها، إلى جانب نحو 17 شابا من أصول أجنبية كانوا يشاركون في المخيم. مشاركة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد كبير يختلفون بعاداتهم وثقافتهم في التشييع يعني الكثير بالنسبة لي، وهذا يخفف عني ألم فراق منى. كانت منى دائما طيبة ومتسامحة وسببا من أسباب السعادة والراحة بيننا. جنازة منى تمثل بالفعل تمسك النرويج بقيمها الوطنية، وتحقق مبدأ المساواة والتعددية بين فئات المجتمع النرويجي. وبينما سارع ذوو ضحايا المسلمين الذين سقطوا في مجزرة المخيم إلى دفن ضحاياهم بما يتناسب والتراث الإسلامي الذي يحض على أن إكرام الميت في سرعة دفنه، يتأخر ذوو الضحايا من النرويجيين في عملية الدفن كما هي العادة السائدة عندهم. ما حدث شيء فظيع ومؤلم. نحن كمسلمين نؤمن بالموت، ولكن لا أحد منا كان يعتقد أن منى ستلقى ربها في حادثة إرهابية في النرويج. نسأل الله أن يدخلها الجنة. ما لم يحسب حسابه أنا شبريفيك الذي قدم نفسه على أنه مشارك في حملة صليبية ضد ما سماه بالغزو الإسلامي أن يلتحم الشعب النرويجي في صورة لم تظهر قبل ذلك، فلم تخلو جنازة في وداع ضحية من ضحايا المجزرة الإرهابية دون إمام وقسيس معا، وكأنها رسالة بأن الكارثة الوطنية لم تزد القيم النرويجية المتمثلة في التسامح والديمقراطية إلا قوة. سمي شطارة، الجزيرة، أوسلو.